السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العملية اللي معانا النهاردة هي زرع عدسة ICL، ودي العدسة اللي بنزرعها لتصحيح الإبصار في المقاسات العالية اللي ما ينفع لهاش ليزك، سواء لأن المقاسات عالية أو القرنية رفيعة أو الاتنين مع بعض. وطبعا أهم ميزة في مميزات ICL إن هي بتحافظ على قدرتنا على القراءة، لأن إحنا مش بنشيل عدسة العين الربانية. طبعا السن بتاعنا زي الليزك بقى، لازم السن يكون أكتر من 18 سنة، النظر بتاعنا كان ثابت، واخدين المقاس بدقة لأن ده اللي بيتفصل عليه المقاس بتاع العدسة. الخزانة الأمامية بتاعتنا تكون كبيرة عشان تستحمل زراعة العدسة، والشبكية بتاعتنا سليمة. دي بتفيد الشباب اللي هم صغيرين، اللي مش هنشيل لهم بقى عدسة العين الربانية ويحتاجوا يلبسوا يعني نظارة قراءة بعد كده. العملية بتاعتنا بسيطة، بنحقن مادة اسمها فيسكو الاستيك، او مادة بتنفخ كرة العين عشان وقت الزراعة العدسة بتاعتنا ما تلمسش عدسة العين. دخول العدسة بقى بعد كده من محقن عامل زي سن السرنجة بالظبط. العدسة تبقى مبرومة، والفتحة بتاعتنا دي حوالي 2 مللي، 2.5 مللي. شايفين العدسة هتخش مبرومة كأنها ملفوفة، وبعد كده بتفرد نفسها. يعني هي هتلاقوها الحجم بتاعها اتفردت اهي، بقت كبيرة. العدسة ليها 4 رجول، لازم الرجول دي تتدكك أو تخش تحت القزحية بتاعة العين وفوق عدسة العين الربانية بدون ما تلمسها. هي دي التريك بتاعتها أو المهارة الجراحية بتاعتها. تمام، بندخل الرجول بتاعتها أو الفوت ستيبس دي أول 2، ونلف العدسة عشان تبقى في زاوية 90، وكذلك الرجلين التانيين، وكده العدسة بقت في مكانها الصحيح. وبعد كده بقى نشفط السوائل اللي احنا حطيناها دي، والعملية تكون عدت على خير. مع السلامة.